بدي ارجع معك صارت بعض الدول العربية يعني اللي شهدت هذه التحركات، هذه التظاهرات، هذه الثورات، طبعا نسميها ربيع انطلاقا من الشيء اللي بتسميه حضرتك. تونس يعني لما بتشوفي كيف بلشت هذه الانتفاضة، البوعزيزي كيف حرق نفسه، اليوم خلصت تونس وان شاء الله ما تكون خلصت على فوضى. عم نشوف النهضة وين وصل البلد، استقالة حكومة، في نوع من فوضى تعم البلاد، في اغتيال قيادي معارض من أسبوعين. شو انطباعك على الوضع في تونس مثلا؟ تونس بتطل على الدنيا من وجهة ثقافية فنية حضارية إنسانية بمنتهى الغنى وبمنتهى الأهمية. صعب كتير كتير على اللي عم بحاول يفوتها على الظل يقدر يعمل هيك. تونس عملت خطوة جبارة أيام الرئيس بوركيبا اللي أسس الدولة التونسية الحديثة على أساس قرآن المحبة والخير والتسامح والانفتاح على الدنيا، أسسوا على قوانين أخذ فيها بعين الاعتبار حقوق الإنسان والحريات. الشعب التونسي مارد طلع من الأنقم، ما بيرجع، ما بيقدروا يدجنوه. مين ما بيقدروا يدجنوه؟ نرجع دايما. قبل شوي كنت عم بحكي لك على استشهاد الشيخ رفيق وكيف الناس نزلت بشكل عفوي. نعم. الناس بتونس عبرت عن غضبها وعطت شهادة مؤثرة بالحرية وقت اللي توفى بوعزيزي. بس اللي صار بعد هيك انه تدخل لعبة الأمم على هاي المواضيع، ما بيتركون بحالهم. يعني صعود الإسلاميين خوفك ست ماجدة؟ مش يعني بدي أقول لك إنه التوانسي مثل ما أنا عرفتهم صعب كتير يردون على أم ويسكروا عليهم. يعني هذا الجمهور التونسي مثل ما عم شوف الليلة مش طبيعي حجم المداخلات من تونس، من المغرب ومن الجزائر. تحيات لإلك. شو بتقولي لهم؟ شو ما صار، شو ما عملوا، شو ما راح يصير، شو ما طولت هالمرحلة المرئين فيها هن بهالنفق الأسود. هيدا شعب فنان ومسقف. هيدا شعب بيشتري بطاقة المسرح قبل ما بيشتري رغيف الصعب، رغيف الخبز. هيدا نسر مطرح الصدارة، تعود على الصدارة. ما بيقدروا إذا قصوا جناحه يصير النسر دجاجي، ما بيقدروا يعملوه هيك. هاي طبيعة شعب غير قابلة. للتدجين. صديقة عمري، تونس رفيقة مشواري الفني. أنا أول مرة غنيت بتونس كانت 1980. بذكر منيح هيدا التاريخ. لأصحابي والأحبة يلي عشت معهم ليالي ما بتنسى بتونس، بعيشوا بقلبي هلا. وجعهم وجعي، ألمهم ألمي، دمعتهم دمعتي. هالمذهلين إذا حبوا، والمذهلين إذا عبروا عن رفضهم للغلط، والمذهلين إذا سمعوا قصيدة عربية، وإذا أصغوا مطرح ما لازم يصغوا، وإذا غنوا مطرح ما لازم يغنوا. بعبر لهم، بدلهم محبة اليوم. هن اللي فتحوا لنا بواب تونس بأسوأ سنين الحرب اللبنانية، وحضنوا القضية اللبنانية مثل ما بتتخيل. كيف مثل امبارح لما وقفوا 5 دقايق بحالهم يزقفوا نهار اللي غنيت عن أطفال قانا. أنا اليوم ببدلهم محبة بمحبة، وبقول لهم صوتي بتصرفهم. لو عايزوا غني بالشارع، ولا عايزوا غني على خط نار، ولا عايزوا غني بكرتاج اللي كل مرة كنا فيها 15,000 شخص، فيني يغني ب5. لو هيدا الشيء بيساعد اني اكسر طوق النار اللي حواليا.